أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تظلمات. اليوم كالعادة باش نستقبلوا حالة جديدة باش تحكينا على الحيثيات اللي صارت معاها. اليوم باش نستقبلوا سي الأسعد الخليفي باش يحكينا على الإشكال اللي عنده. مرحبا بك سي الأسعد. وبيك يا عايشك، بارك الله فيك. مرحبا بك يا عايشة. تحكينا عليه جيت اليوم، شنو باش تحكينا؟ في الحقيقة أنا جيت اليوم وما نمثلش شخصي فقط، نمثل مئات الحرفيين في نابل اللي يعملوا في صناعة الفخار. عندنا مشكلة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ، تتمثل في زيادة ب 30% على فاتورات استهلاك الغاز. باش نبسط لك الأمور، العداد متاع الغاز متاع الحرفيين اللي هو 25 أو 40 متر مكعب في الساعة يسجل. سامحني، هو هكا مقنن؟ معناها العداد نتاعكم هكا مقنن؟ القنان هو العداد هو اللي يسمح للإنتاج، لأنه من الضغط قوي نوعا ما اللي يخدموا به، لأنه متاع الدار ضعيف 10 هو أقوى، فهمتني، متر كيوب في الساعة، وهذايا معناها عداد قوي للاستهلاك، نجمو نقولوا الحرفي، فهمتني. فالعداد يسجل متر والستاغ تفكتر متر فاصل 3. معناتها الآن نستهلك مثلا 100 دينار غاز، نخلص 130 دينار. عملنا مراسلة للسيد مدير إقليم نابل بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، عندها مدة معناها 3 سنين ولا أكثر. شنو ما كان الشرط. نعم، شنو كان مطلبكم فيها المراسلة هذه؟ المطلب هو أنه طلب توضيحات حول هذه الزيادة. إذا كان زيادة قانونية فنحن ما نقبل بها، ما عندناش مشكل. كان زيادة ماهيش قانونية يتم إلغائها، نظرا لأنه الفقرة عدد 5 اللي البيان التوضيحي على ظهر الفاتورة يقول أن الفارق معناه الاستهلاك هو الفارق بين الرقم الجديد والقديم. بالنسبة للكهرباء كيلو وات ساعة، والغاز متر مكعب. ما تحدثش على أنه مثلا تخضع العدادات ذات المنسوب كذا كذا لمقاييس معينة، ما قال حد شيء. كما نشوفوا في الأشياء الأخرى المتعلقة بالتيفيا وبالأداء على البلدي، وكل مذكورين فيهم قانون، فيهم تاريخ، فيهم معنى ريفيرونس، فيهم كل شيء، بينما الإجراء هذا ما هوش معروف. احنا بالاستناد على ذلك عملنا مراسلة للسيد مدير الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ 17 ماي 2013، مجموعة من الحرفيين موقعين في شكل عريضة. لم نتلقى الرد إلى حد الآن. عملنا كذلك شكاية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 27 جوان 14 تحت عدد 15285. إلى حد الآن ما فماش رد على الهيئة. تساءلنا نمشيو للستاغ، كل واحد يبعث للآخر، ما يعرفش، معناها قعدنا ضايعين، مع العلم وأنه الحرفيين نضروا منها زيادة هذه. تصور أنت حرفيين يستهلكوا الغاز، معناها فما الناس يستهلك مثلا مليون في الشهر. مليون في الشهر كيزيدوا 300 دينار ومعها 18% تيفيا، تقريبا ولات 400 دينار في الشهر. 400 دينار في الشهر تقريبا 5 ملايين في العام. مع العلم وانا ما فما حتى دليل او اجراء او ترتيب او كذا او جواب مقنع زاد مستاك يقول راهي الزياده هذه قانونيه وقام تخضع لقانون كذا كذا. شنو الاجابه اللي يعطوها لكم هما استاذ؟ والله مرات الاجابه وانه العداد هذايا معناها كبير والعداد ينفخ اكثر. ما نعرفش انا توكي ناخذ انا نقيس بالمثل. واحد يسوق في سياره صغيره مو فيها عداد صغير، كيف يمشي في ال50 السياره تماركي العداد يماركي 50. كيف يسوق برلي كيف العداد يماركي 50، الشرطه يقولوا لك تجري في 80. ما هو كل آلة عندها العداد اللي يتناسب معاه. مش منطقي كي تقول لي لا انت لا
معناها العداد نتاعك هذايا عنده ضغط كبير، ولهذا كيف هو يسجل متر راهو في الحقيقه استهلك متر فاصل 3. ماهيش حجه، ما فماش اساس علمي وفني عفوا صحيح باش يقنعني انا. ومع العلم انه ما فماش لا رد لا علينا احنا لا على هيئه مقاومه الفساد وسنوات تو. فهمتني معناها تقريبا قداش من عام؟ كن فما 10 سنوات من 10 سنين ولا اكثر يعني. واحنا انا عندي تقريبا 6 ولا 7 سنين نفس الحكايه. معناها ما فماش ماهيش مفهومه. وفما حاجه اخرى معناها تاكدوا انه زياده هذه ماهيش قانونيه، وانه اللي انا نستهلك مثلا متر او 100 متر مكعب، الفوتره تم على 130. وقت اللي يجي مش يحسب لي الفاتوره نتاع الشهر المقبل، فرضا نحن في جوان، انا في جوان استهلكت 130 100 متر مكعب، الستاك خلصت على 130. فالفاتوره جايه علاش يبني هو؟ من المفروض انه يبني على 130، خاطر انا خلصت 130، انا استهلكت 100 وخلصت 130. هو في الشهر القادم في شهر مثلا جويل يبني على 100 برك. معناها انا خلصت 30% وفي الفاتوره جايه ما لقيتهمش، لقيت الاستهلاك نتاعي بدون زياده. معناها اجراء يحير. كيفاش انا نستهلك مليون غاز مثلا، نخلص مليون ونص باعتبار التيفيا وغيره، الشهر اللي بعده يبني لي على اساس المليون 500 دينار وين مشيت؟ صحيح. من القاهرة واجهتوهم بالكلام هذا ما فماش حتى ما فماش إجابة معناها مقنعة اللي هي مبنية على أساس علمي ولا تقني أو مبنية على معطيات قانونية أو تراتيب أو إجراءات. ما فما حد شيء. هاو الكونتور ينفخ، هاو كيف هو يستهلك متر وراه قيد أقل درا شنو. معناها ما فماش إجابة مقنعة وما فماش رد كتابي. احنا عملنا للسيد المدير معناها المدير الجهوي الإقليم نابل مكتوب كتابي مسحين عليه 30 ولا أكثر حرفيين. معناها ما تمش الرد. فهمتني؟ لهذا احنا مناش طالبين معناها حاجة معجزة ولا طالبين حاجة كبيرة، طالبين رد كتابي تفسير مقنع وفيه تفسير لهالزيادة هذه. إذا كان هي موجودة وقانونيا ومعمول بها وكذا احنا نخلصوها. إذا كان ما هيش موجودة يطرحوها لنا، ولا مش نلجأ للقضاء، مش نشكيو للقضاء والقضاء هو اللي يفصلها بيننا. هذا هو معناها. انتم لحد الآن معناها ما رفعتوش قضية معناها؟ والله فما شكون رفع قضية شنو مآلها؟ المآل نتاعها كونه سيد الخبير كيف جماعة ستاك رقت القضية. معناتها رفعنا قضية وتم استدعاء الفنيين نتاع ستاك المكتب السيد الخبير بتاريخ 31/10/2015 وجاوا للممثلين نتاع ستاك المكتب السيد الخبير وكيف ما عطاوش شيء مقنع. وبعد قالوا له هذا امر يتعلق بوزاره التجاره، احنا ما نحسبوش. وزاره التجاره هي اللي تفكر على حسب عندها تراتيب وكذا. قال لهم اعطيوني، تو كلامه هو هذا، قال لهم اعطيوني معناها ما يفيد. قالوا له احنا ما نعطيوكش هذيك بين قوسين باللغه الفرنساويه سينوتر كويزين انترن، وكانها سر معناها. هذا هو اللي قاله لي. وكذلك سيد الخبير معناها من ذلك التاريخ تو تقريبا عام ونص نمشي ونجي على البيرو نكلمه بالتليفون، ما زلت ما لقيت شيء، ما عملتش، هاو مش نكلمهم، هاو مش نراسلهم. زاد هو دخل في دائره الشك، كثر لي ما عندهم الشك بتاعي حول الموضوع هذا. يعني اي باب تطرقوه اي باب نطرقوه حيره وما تلقوش فيه تزيد في معناها النسبه نتاع الحيره والتساؤل على ما قال هالموضوع هذا شنو بالضبط، ولا كاينه لغز معناها نستهلك طون ستاك تخلط طون، اش بيكم تاخذوا في الزايد؟ ما فماش اجابه. عملنا قضيه المحكمه عندها تو عام ونص وهي راقده. به
الحاله اللي الفاتورات اللي عندكم انتم عندكمش سالتوش شكون معناها حرفيين اخرين في منطقه اخرى عندهم نفس الاشكال والا لا؟ هاي بارك الله فيك فكرتني. في نفس المدينه في نفس الحي فما ناس توظف عليهم هذه الزياده وفما ناس يدفعوا قد الاستهلاك نتاعهم بدون زياده. يعني مش مع الناس الكل؟ مش مع الناس الكل، فما ناس يخلصوا الاستهلاك فقط وفما ناس اخرين يخلصوا الاستهلاك وزياده. فهمتني؟ وفما شهر معناها الناس الكل خلصت الاستهلاك فقط وشهر اخر بعده ورجعوا ل 30%. هذه على سبيل الذكر معناها في جانفي 2014 فما فاتوره جات للحرفيين الكل بدون استثناء بلا شي زياده. افريل 2014 رجعت الزياده. اسئله محيره معناها. وفما حتى شكون نزيدك بزياده، فما شكون في نابل عملوا له مراجعه قالوا له رانا احنا نحسبوا لك 10 سنين ولا اكثر في معناها الانتاج او الاستهلاك كما هو، تو نسالوك 40 مليون نتاعش. وصلت قضيه المحكمه وهدوه باش يقصوا له الغاز وكذا. واحد انا قال له ما باش نعمل انا معناتها تو نخلصكم ونرجع لكليوناتي نتاع عام 2005 ونقول لهم بربي راهو استاك غلطت لي رجعوا لي فلوسي. هذا منطقي. تو انا حملت انتاج ومشيت في الانتاج على حسب استهلاك المواد الاوليه ونبينوا الغاز. جي انت تقول لي لا راك انت انا كنت نحسب لك في متر وراني انا غلط، راني مش نحسب لك متر في اصل 3 ونرجع لك 10 سنين لقدام. هذا ماهوش منطقي بالكل. معناها شيء باهت، حاجات معناها حقيقه باهت. هذا اكثر ما اقل ما يقال فيها لغز اصبح معناها عند كل الحرفيين يحبوا يعرفوا. باهي كنت لخصنا في كلمتين شنو المطلب الاساسي نتاعك ونتاع الحرفيين الكل؟ المطلب الاساسي نتاع الحرفيين هو رد كتابي مبني على اساس علمي وفيه تراتيب او الاجراءات او القوانين التي تنص على هذه الزياده كتابيا بفصولها بتواريخها بمعناها ارقامها مريقله كما شفنا في التيفيا نتاع الاستهلاك المنزلي والاستهلاك الصناعي والاداء البلدي. كل شيء مقنن فيه تواريخ، فيه عدد القانون، تاريخ الاصدار نتاعو والقيمه نتاعو كل شيء. هالاجراء هذا ما عندوش لا اساس لا راس. اولا يعملونا يا الناس اللي راسلناهم يبعثونا بالكتابي الشيء اللي كنت اقول لك فيه. فهمتني؟ اذا كان ما عندهمش اساس صحيح على الزياده يلغيوها. ولو فانوا الحرفيين الكل يهدوا باش يقوموا بقضايا جماعيه للقضاء ومستعدين باش يعملوا اعتصام قدام الولايه ويشوفوا الحل في القضيه هذه. فهمتك. به واضح، يعطيك الصحة. يعيشك. مشكور بارك الله فيك. انك جيتنا اليوم. وصلنا لنهاية حصتنا اليوم متابعينا الكرام. كما رينا الحيثيات نتاع قصة سي الأسعد والمشكل اللي عندهم الإشكال نتاع ستاك، إن شاء الله نلقوا حل ويجينا رد أفعال. إلى لقاء قريب إن شاء الله. لكم من أجمل تحيات فريق تظلمات وقناة ماين تي في عموما. ما ننساش نفكركم ان تواصلوا معنا عن طريق الايميل الموجود اسفل الشاشه redaction@main-tv.net او الهاتف 27 90 40 10 او 71 247 500. الى اللقاء.